فاضل شوية صغيرين قوي على دخول المدارس، بس في المدرسة بقى في موقف صعب وممكن يحصل لبنتك. بنتك ممكن تلاقي نفسها لوحدها ومحدش عايز يصاحبها، بالرغم انك عملتي كل حاجة. يعني انت زودتي ثقتها بنفسها، وديتيها كامس وانشطة كتير، ساعدتيها تتكلم وعلمتيها مهارات، وبالرغم من كل ده محدش عايز يصاحبها برضه. النهاردة بقى انا هقولك على السبب الخفي اللي محدش بيقولهولك. بنتك ممكن يبقى عندها ريحة عرق زيادة شوية نتيجة تغير الهرمونات وأول المراهقة، أو ممكن يكون ريحة الفم عندها مش أحسن حاجة، أو حتى بتعمل تصرفات طفولية من غير ما تاخد بالها وبتخلي اللي حواليها ينفروا منها. الحل، احنا دلوقتي قبل الدراسة بوقت كافي، فدربي بنتك انها دايما تبقى واعية لجسمها وتشم نفسها قبل ما تخرج، تغسل سنانها الصبح وبالليل، وتاكل نعناع أو لبان بعد الأكل، ويبقى معاها دايما سواك في شنطتها. علشان أنا بقى دكتورة سنان وهقولك، أولا السواك سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثانيا مفيد جدا جدا لرائحة الفم والبكتيريا وكل الحاجات دي. ودايما يبقى معاها ديودرنت عديم الرائحة في شنطتها، وتتعلم كمان إزاي تحافظ على عادات مهذبة وسط الناس. الأطفال اللي بيتعلموا النظافة والعادات الاجتماعية من بدري بيكون عندهم قبول أكتر وأصحاب أكتر، وده بيرفع من ثقتهم بنفسهم وبيقلل فرص التنمر عليهم. ما تحطيش بنتك في موقف ممكن يحرجها، ودايما دربيها على عادات مهمة، علشان أول يوم مدرسة يبقى بداية صداقات حقيقية مش بداية عزلة.